يعني ايه تحليل بيانات، ويعني ايه شخص محلل بيانات، وليه اصلا الشركات محتاجه تعين حد عندهم داتا اناليست؟ انت ممكن اي شركه تمشيك عادي لو انت ما عندكش حاجه مختلفه تقدمها. ممكن يحصل معاك نفس اللي حصل معايا فوق ده. ايه اصلا اللي جاب في دماغك ان انا عايز اشتغل في شركه، وايه اللي خلاك تقدر تعمل سي في وتقدر تدخل انترفيو وتأدي كويس في الانترفيو؟ في وهم كده متباع لنا، هشتغل فريلانسر وهاخد اللابتوب بتاعي واسافر دهب واشتغل على البحر واقبض بالدولار في البنك والكلام ده. انا بقول لك دي احلام وهميه. هل لما ليفربول اشترت محمد صلاح كان الداتا ليها علاقه بالموضوع؟ الحته دي انا بسال عليها انا في الانترفيوز ومحدش بيجاوب عليها خالص. انت خلصت توظف، دخلت الجيش، اتخرجت من الجيش في مرحله الاحباط واليأس بتاعت الشباب لا بعد الجيش، ايوه. عملت ايه في المرحله دي؟ فقعدت عليها 3 ايام خلصتها وعملت التستنج وسلمتهم قبل الميعاد. انا ممكن اصلا الاقي كورس كامل متكامل مفيش فيه اي فجوات؟ كان دي تجربه ما كانتش احسن حاجه، والتجربه دي فرقت في شخصيتي جدا. لو رجع بيك الزمن تختار تجاره تاني؟